طبعا الاغلب بيعرف فراس المستريحي مقلد شخصية الحجة، واللي ما بيعرف هذا بكون اخوي اكبر مني ب8 سنوات. طبعا اخوي فراس كان كثير مسيطر علي بحياتي وانا صغير، كنت كل ما اعمل غلط هو اللي يأدبني وهو اللي يربيني. مرة كان قاعد بستناني في البيت وانا رايح اجيب شهادتي من المدرسة، جبت الشهادة وروحت على الدار الكاظ وانا مرعوب وخايف، مش قادر اني اعدل فيها او اني اصحح فيها اي غلط لانه فراس مش قليل وراح يكشفني بسرعة. سلمت امري لله واعطيته الشهادة، واول ما شافها بتحس انه لبسه جني، مسك ايدي وصار يقول في هيك ورماني، ينزل ضرب فيي ينزل ضرب فيي، ولك راسب ولك راسب. فجأة وهو قاعد بضرب فيي بدون اي سابق انذار فتحت امي الباب علينا، ويا ريتها ما فاتت. اخوان امي مش فاهمة شو القصة، فاتت هيك على السبحانية وتفاجأت انه قاعد بضرب فيي، ما بتعرف موضوع الشهادة. بعد ما امي انسعقت شنطت صوت على فراس اخوي بتحكي له ولك فراس خلص هو وعدني انه ترك الدخان. يما مش انا، يعني كنا بشغله صرنا بشغله ثانية يا نبع الحنان. اشكرك. واي حد بيسألني ليش خشمك مطعوج، هذا من فراس ضربني كف بجره.